موليكا 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 موليكا، يعني ناس كتير قوي 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 بتفضل تسألني على موليكا تقريبا كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة. آه بص، انا هجيب لكم يعني الخلاصة في قصة موليكا دي دلوقتي حالا، واللي اكيد 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 مفيش فيها شك خالص. في كلام كان اتقال قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، الماتش اللي كان في المغرب، لما تواجد امير توفيق مدير التعاقدات بتاع النادي الاهلي في تركيا في الوقت ده، واتقال انه موجود في تركيا عشان يخلص موليكا برضو، خصوصا ان هو كان نشر صور تقريبا ليه في الوقت ده وهو في تركيا وبيحضر نهائي الشامبيونز ليج. هنقسم السؤال الكلام هنا نصين. النص الاولاني، هل فعلا هو كان موجود في تركيا علشان خاطر يحسم موضوع مونيكا، ولا كان بيعمل ايه في تركيا؟ لا، هو ما كانش في تركيا علشان خاطر يحسم موضوع مونيكا نهائي. هو كان موجود في تركيا بدعوة من شركة اديداس، الشركة الراعية لملابس النادي الاهلي. كان في ايفنتس عاملاها اديداس قبل نهائي دوري الابطال بيوم. اتعزم هو واحمد حسام عوض عضو مجلس ادارة شركة الكورة في النادي الاهلي، علشان يحضروا الايفنتس اللي موجوده دي في تركيا، ويحضروا نهائي الشامبيونز ليج. وبالفعل هم كانوا متواجدين للسبب ده، ما كانوش متواجدين خالص علشان مفاوضات مع بشكتاش او مع موليكا، او الكلام اللي اتقال ده كله مش مظبوط تماما، يعني مش مظبوط، مش صح خالص يعني. ده بالنسبه للجزء الاولاني من السؤال. الجزء الثاني، هل في موليكا ولا ما فيش موليكا؟ دلوقتي ما فيش موليكا خالص. لو في موليكا انا اول واحده هعرف، زي ما عرفت اول واحده قبل كده. مفيش موليكا نهائي في الوقت الحالي. الموضوع واقف في بدايل تانية. الأهلي بيفكر في بدايل تانية، عنده كذا حد حاططهم بيفكر فيهم، وكلهم بيلعبوا هنا في أفريقيا، في شمال أفريقيا تحديدا يعني. فبالتالي ما يعني في الوقت الحالي مفيش موليكا خالص، يعني لا يوجد موليكا. كل الناس اللي بتسأل على مونيكا ومستنياه، كولر عايزه، كولر بالنسبة له هو كان اللاعب رقم واحد، وكان يتمنى ان هو يكون موجود في هجوم النادي الاهلي، سواء الميركاتو اللي فات او الميركاتو اللي جاي. لكن مفيش، الموضوع وقف، والفلوس اللي طالبها بشكتاش كبيرة جدا على ان الاهلي يقدر يدفعها. فبالتالي لحد دلوقتي مونيكا خارج حسابات النادي الاهلي تماما، عنده بدايل تانية بيفكر فيها. لسه ما حسمش صفقة المهاجم، وبأكد لكم اهو لسه صفقة المهاجم ما اتحسمتش لحد اللحظة دي خالص، كلها مجرد جس نبض ومفاوضات، وان هم يشوفوا اللاعب ده موافق يجي ولا لا، هياخد كام، النادي بتاعه هياخد كام، يشوفوا ارقام اللاعب، الحاجات دي كلها. ده اللي بيحصل في الوقت الحالي. لكن ان الاهلي خلص اللاعب، ابسولوتلي ما حصلش. عموما يعني انا لو في اي جديد هتلاقوني على طول بقول لكم وبتابع معاكم دقيقة بدقيقة يعني، او خليه بلاش دقيقة بدقيقة عشان كده كتير قوي يعني. يوم بيوم الاحداث الجديدة. فلو في اي جديد هتلاقوني بقول لكم على طول ان شاء الله. يلا، باي باي.